لو عايزين تعملوا طاجن الرز المعمر بالفراخ البلدي او بالفراخ العادية حتى وتاخدوا طعم رهيب، اللي جرب طاجن الرز باللحمة اللي انا عملته بجد اتوهم من طعمه وبعتولي شكروني جدا عليه. وحبيت اوريكم طاجن الرز المعمر في الفراخ قد ايه هيطلع مظبوط منك. الرز مش معجن، مفلفل وجميل جدا. هنظبط سواء على الشعرة. هقولك ازاي تعمليه بتركات كده هتظبط معاكي جدا. يلا بينا نتبل الفراخ. اول حاجة بصلاية مبشورة وعليها طماطماية مبشورة وملح وفلفل اسود وحبهان ولورا. ببتدي اقلبهم مع بعض وبنزل على الفراخ بتاعتي بالتتبيله دي، هتبلها كويس بيها. دي كانت فرخه بلدي، ممكن تعملوه بالفراخ البيضة عادي خالص. تمام. طبعا انا غسلتها وصفيتها خالص وابتديت اتبلها بالتتبيله دي. وحاولوا تفتحوها بالسكينه علشان تشرب التتبيله كويس، ودخلوها التلاجة تتبل شويه. ونيجي في حله فيها معلقه سمنه صغننه وهنزل بيها بالفراخ بتاعتي، او اسلقوها كالمعتاد زي ما انتوا حابين. انا بحب اديها صدمه او تشويحه في حته سمنه، بحس ان طعمها بيبقى طعمه احلى كتير. وبعد ما اديها صدمه على الوشين وتغير لون بنزل عليها بميه مغليه لحد ما تغطي الفراخ بتاعتي، وبسيبها تاخد غلوتين. بنوطي النار ونغطيها ونسيبها تستوي سوا كامل. تمام. بس مش لدرجه انها تتهري، احنا عايزين اول ما تخش في السوا هنطفي عليها. وهنا نيجي لطاجن الرز المعمر. اعملوا التركه دي في الرز هتديكوا طعم حلو قوي. بصله قلبتها بملح وفلفل اسود، وهبتدي انزل في البرام بتاعي بحتة سمنة هقلبها كويس فيه. تمام. اهتموا بالاطراف، ما تعملوش القاعدة بس، القاعدة والجوانب بتاعة الطاجن. وهنزل بنص كمية الرز. تمام. وهننزل هنا بنص كمية البصل وهقلبها في الرز ده، او ممكن تقلبوه كله مرة واحدة بالبصل ده. تمام. انا استسكت شوية وقلبت نص نص، خدت نص كمية البصلة عملت بيها النص الاولاني، وبعد كده نزلت في النص التاني بكمية البصل التانية. وهنيجي للفراخ بعد ما استوت، او مش عايزاها تستوي تتهري، انا عايزاها تبقى بتشد داخله على السوا عشان تكمل سواها في الطاجن. هنصفيها في طبق لوحدها. ونيجي هنا بكمية اللبن. انا حطيت كوبايتين ونص لبن، عليهم معلقتين كبار قشطة ومعلقة كبيرة سمنة. هقلبهم كويس وهنزل بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة سكر، وهنزل عليهم بكوبايتين شوربة كبار. تمام. انا عاملة 3 كوبايات رز، بنزل عليهم بكوبايتين ونص حليب وكوبايتين شوربة. تمام. هندي تقليبة، ولو احتاج ملح ممكن نظبط الملح بتاعه. تمام. ده افضل مما نحط الملح والفلفل الاسود في الرز. باجي بقى هنا للفراخ بعد ما طلعتها، ببتدي احطها بعد الطبقة الاولانية من الرز، وهنزل عليها بالطبقة التانية. تمام. لو الرز ما قضاش يعني فوق الطبقة بتاعة الفراخ ما تقلقوش، الحليب هيغطي وهيديكوا اللون وهيطلع جميل جدا. تمام. انا نزلت اهي بكمية الحليب والشوربة بعد ما غليوا. هنبتدي نجهز معانا علبة زبادي صغيرة ومعلقتين كبار سمنة ومعلقة كبيرة قشطة. تمام. هقلبهم مع بعض كويس وهبتدي انزل بيهم على الوش. ده هيخليه الوش بتاع المعمر طري وجميل جدا، وهيديكوا اللون الجميل لوش الرز، وكمان بيطري الرزاية. تمام. باجي هنا فرن ساخن قبلها درجة حرارة 220 على الصاجة مباشر. بدخل الطاجن بتاعي واسيبه لحد ما يتشرب كأني بسقي رز على البوتاجاز عادي خالص. تمام. اول ما الاقي السوائل اللي في الرز ابتدت تقل خالص ببتدي ارفعه على الشبكة اللي فوق الصاجة مباشر. تمام. وهنهدي النار على درجة حرارة 180 وهنسيبه بالظبط لمدة ساعة. ولو عندك مروحة شغليها، انا محتاجتش اشغل الشواية. انا طلع معايا بالجمال واللون ده ومستوي ودايب وجميل جدا من غير شوايه خالص. ولو ما عندكوش مروحه في الفرن عندكم، انتوا هتلاقوا الاطراف بتاعته اول ما تصفر او تاخد لون ذهبي من الجناب هنطفي من تحت ونشغل الشوايه لحد ما ناخد اللون الجميل ده. بجد كان طالع دايب جدا. السوائل بتاعته هتكون مظبوطه معاكم، مش هتعجنوا ولا هيطلع معاكم الرزايه جافه. وضعفوا الكميات بالظبط، او اظبطوا المقادير زي ما انا نازله بيها معاكم. تمام. ما تحاولوش لا تقلوا حاجه ولا تزودوا حاجه. بصوا شكله كان رهيب يا جماعه، ريحته كانت جميله جدا وقلب البيت كله. جربوا تركة البصلة اللي انا قلبتها بملح وفلفل اسود دي، ادت طعم جميل جدا ليه. ولو عايزين تعملوها في طاجن اللحمة اعملوها هتطعملكوا جدا برضو. هستناكم تجربوا طريقتي وتقولي رأيكم.